السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى فيديو جديد ومن الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، وفي ناس قالت لي يا نونا صوريها وعايزين ايه تبتدي في روتينات والكلام ده، فحاضر من عينيا والله، بس عايزاكم تشجعوني كده. بص بقى كده روتين صباحي كده. ايه من اول الصبح خدته بقى ايه، جبنا حاجات كده طازة كده فريش كده من الخضرية والكلام ده. انتوا عارفين ايه الحاجات بتبقى طازة الصبح وبتبقى لسه جاية. بصوا بقى جبت كده شوية خضرة، بقدونس وشبت وكزبرة. قلت ايه بقى، ايه احنا خلصنا الامتحانات فعايزين نعمل ايه اكلات كده بقى. ايه كنا بنخاف نعمل اكلات في اوقات الامتحانات اللي هي بتاخد اوقات كتير منك والكلام ده، فلازم الكلام ده اللي هيعرفه اللي عنده ايه اطفال صغننين محتاجين رعاية ومحتاجين مذاكرة وقت الامتحانات، وان انت تقعدي معاهم توفري وقتك وجهدك ليهم. وجبت كمان بصوا بقى هنا ايه ورق عنب كده اهو، بس مش هعمله في الفيديو ده. ايه انا هعمله لفيديو لوحده عشان في ناس بتطلب تفريز ورق العنب، هعمله بطريقة كويسة جدا، فانا نزلته خلاص. روحوا بقى ايه شوفوه في القناة هيعجبكم جدا. وطبعا جبت قوطة. القوطة الايام دي تحفة تحفة تحفة. كانت قبل كده مثلا من اسبوعين لا كانت وحشة وخضرة ومليانة حاجات وحشة. وبصراحة الطماطم او الصلصة اللي انا عملتها على رمضان خلاص كده بخ كلها خلصت الحمد لله، فكنت استهلكت منها كتير. بص بقى اول حاجة كده جبت القوطة نقعتها في شوية خل، وحطيت الطماطم اللي كانت عندي مثلا اللي بحس ان هي خلاص طريت وقربت تبوظ، لا كنت بحطها في الفريزر لحد ما اجيب طماطم عليها تاني واعملهم ايه كلهم صلصة. سبت بقى هنا القوطة او الطماطم تتنقع، وقلت بقى ايه ما ناخرش وقتنا، فقلت بقى ايه اعمل الخضره وايه وانقيها كده واحطها في طبق تاني عشان ايه برضو ايه اخلص الطماطم واجري واخلص ايه الخضره بعد كده عشان ما نضيعش وقت. طبعا اللي بيعمل حاجه الصبح بجد بجد يعني حلو جدا. زي ما بيقولوا حاجه البدريه منسيه، يعني تعملي حاجتك الصبح وخلاص، يعني بيبقى عندك وقت ومجهود حلو ومصحصحة كده وبالذات بقى لو شربتلك شاي بلبن فطرتي الكلام ده فبتبقى حلوة. بس انا هنا والله ما كنتش لسه فطرت، انا قلت بقى ايه اخش على الحاجة دي على طول عشان اخلص منها وايه وما تاخدش معايا وقت. هنا بقى ايه كده كنت بعمل الكزبرة زي ما انتوا شايفين، مش عارفة دي كزبرة دايما اتلخبط منهم، كزبرة وبقدونس. بصوا بقى كده ايه انا بعملها اهو خلاص. هلم بقى برضو كل اللي انا عملته عشان ما ايه اللي بيعمل حاجة يروق مطرحه، ما يعملش ده على ده هيلاقي الدنيا اتكربست على بعضها، سواء بقى مواعين او اي حاجة. هنا بقى هنضف الشبت اهو زي ما انتوا شايفين، بقطع الحتة دي كده بالسكينة واي حاجة برضو مش كويسة بشيلها اهو. على فكرة الفيديو طويل بس انا ايه يعني دبلش يعني قطعت منه كتير. فان شاء الله كده ايه شجعوني، واللي اول مره يشوف القناه يحط لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى في ناس قالت لي يا نونا ابدأي بقى اعملي روتينات وحاجات، فانا والله حاضر. يعني ايه بعمل روتينات خفيفه كده، يعتبر ده تاني روتين، فعايزاكم بقى تشجعوني كتير كتير عشان ان شاء الله ننزل روتينات بقى ترويق والكلام ده بعد كده. زي ما انتوا شايفين اهو كده خلصت الشبت. طبعا ايه مش عارفه سبحان الله اكني جايبه الخضره في الشتاء، بجد الخضره كانت حلوه جدا وما شاء الله كتير. يمكن لسه عشان ما دخلناش في الحر قوي الزياده اللي هو بتاع كله صيف ده، وتلاقي الايه الخضره عنقود عنب قصدي عنقود بس عنقود بس كده في الحزمه. فقلت بقى اجيب شويه هعمل محشي. بصراحه كان بقالنا كتير عايزين نعمل محشي بس ما كنت باجلها بعد الامتحانات، عشان طبعا بيبقى غلبة وبتاخدي وقت والكلام ده، وبالذات لو انت جايبه كرومب او ورق عنب والكلام ده بياخد وقت طبعا، وهتضطر ان انت تسيبي ولادك صغننين يذاكروا لوحدهم ومش هيذاكروا. يعني الاطفال الصغيرين بيذاكروا لما الام تقعد معاهم وتذاكر او حد يتابعهم زي ما انتوا شايفين كده. فربنا يا رب يجعله بفايده وينجحهم وينجح ولادكم جميعا يا رب ان شاء الله. وطبعا عايزه اقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين، احنا في ايام مباركه خلاص، فاضل ايه بتاع 3 ايام على عيد، فيا ربي اللهم بلغنا يوم عرفه. ادعوا بقى كتير في الايام دي، ايام كلها مباركه بصراحه وايه، وربنا يعني يغفر لنا كلنا وايه ويهدي ولادنا وينجحهم. بصوا بقى
كده ايه انا غسلت القوطه طبعا ونقعت كده، انا كنت ناقعه ايه الخضره. هبدا ايه هجيب حله واحط القوطه الكبيره قوي، الطماطميه الكبيره بقسمها نصين عشان ما تاخدش وقت على النار وتضرب بسرعه كده معايا. لكن الصغيره او الوسط كنت بحطها زي ما هي. وطبعا خلوا بالكم بصوا في الطماطمايه قبل ما تحطوها، مش معنى ان انا بقول لكم دي كويسه ومش عارفه ايه وكده، لا لازم تدوروا الطماطمايه كده حوالين بعضها وتشوفوها برضو حلوه، فيها حاجه مش كويسه تشيلوها طبعا بالسكين. بس هي بسم الله ما شاء الله كانت الطماطم حلوه قوي. انا عارفه ان هي غاليه وبيجوا على العيد بيغلوا الحاجه، بس انا بصراحه كنت مضطره عشان ما عنديش خالص. طبعا معروف ان بعد عيد الاضحى الخضريه بقى بياخدوا ايه، والبياعين بياخدوا اسبوعين عقبال ما يجيبوا خضره تاني وخضار تاني وكده، لكن السوبر ماركت بيبقى موجود، بس فعشان كده جبت بزياده. بصوا بقى دي الحله التانية اهو، برضو ايه شايفين الطبق اللي هناك الابيض ده كل حاجه مش حلوه انا بايه بقطعها فيه، بس عشان ما حدش بيقول لي ايه انت ايه ده انت بتحطي طماطم من غير ما تبص فيها، لا والله كله واحده واحده كده بتبص فيها. فاهم حاجه النظافه في حاجتنا يا جماعه، احنا اللي بناكل واحنا اللي بنشرب. بصوا بقى دي كده الحله التانية، والاولى برضو حطيت فيها كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، ما تحطوش ميه كتير لان هي ايه بتطرى وايه وتطلع الميه اللي جواها، فعشان ما تقعدش ايه تغرق لك الدنيا الميه اللي ايه على البوتاجاز. هنا بقى ايه بشيل الخضره كده اهو، شايفين بقى كميه التراب بالطين وكده، فانتي تسيبيها منقوعه في خل هتنزل كل اللي هي فيها. اقعد بقى اغسلها كذا مره كده اهو لحد ما تنضف خالص، والاقي الميه بتاعتها ايه بيضه كده، خلاص دي كده تمام. اغسلوا الحاجات الورقيه دي بالذات يا جماعه عشان بتبقى مليانه طين وحشرات صغيره احنا ما بنشوفهاش، فلازم تتنقع بميه مخلل بس كده. فهعيد بقى عليها كده كذا مره لحد ايه ما الاقي الميه بتاعتها كده نظيفه وزي الفل، واكون كده ايه مخلصاها. بصراحه اليوم ده يعني انا كنت عايزه انام، وبعد الامتحانات ده الواحد عايز يرتاح، بس قلت ايه خلاص مفيش وقت، ننجز حاجتنا ونخلص حاجتنا عشان ايه ما نقعدش كتير ونكربس علينا الحاجه مره واحده. فقلت بقى اخلص حاجتي بالمره، والخضره اجيب خضره شويه كتير عشان ايه بزياده افرزها في الفريزر. بصراحه بتنفع وما بتبص وما تقلقوش ما بتبص خالص. انا كنت عامله برضو خلوا بالكم فيديو كده بتفريز الخضره حلو قوي، ودوروا عليه، انا عامله بلاي ليست كده في القناه، خشوا ودوروا عليه هتلاقوا. هنا بقى ايه قلت اغسل الحاجه اللي انا استخدمتها عشان ايه ما كركبش برضو على نفسي واقعد احط مواعين على مواعين، هتلاقي ايه الدنيا عندك اتكربست مره واحده او اتزحمت مره واحده. فانت كده وانت بتعملي الحاجه اقعدي ايه لو في مواعين ولا حاجه اغسلها بالمره، روقي الحوض روقي الدنيا وانت واقفه، عشان برضو ما تضيعيش وقت وتقولي انا ضيعت يومي في حاجات بسيطه. زي ما انتوا شايفين غسلت الطبق بقى اللي انا غسلت فيه الخضره والحاجه اهو. بالذات يا جماعه اللي عنده مثلا رخامه الحوض محكمه او ضيقه، انا عندي رخامه الحوض حته صغيره جدا دي اللي بعمل فيها حاجتي. هنا بقى برضو ايه كان في حاجات بقى ايه مطرح الاكل والكلام ده، فقلت ايه اللي عايز يتنقع يتنقع هنقعه واللي عايز يتغسل اغسله. فقلت بقى ايه اغسله معاكم كده واروق معاكم، اللي عايزه تتنشط بقى تقوم تتنشط، لان انا برضو ساعات ايه بكون كسلانه كده والله العظيم، واتفرج مثلا على حد بيعمل روتين وكده لا اقوم اعمل حاجتي. فبصراحه ايه خلينا نشجع بعض كده في الحاجات الايجابيه وكلكم كده ايه، انا مش بعلم حد طبعا، كلنا بنتعلم من بعض وبنفضل لحد ايه بنفضل نتعلم. بصوا بقى كده اهو، بصراحه الحاجات اللي استانلس بتنضف بسرعه جدا غير الالمونيا عايزه دعك. وبصوا بليفه بقى بالسلكه اللي هي الالمونيا تفضلي بقى تدعكي لحد ما تشيلي الالمونيا خالص اللي فيها، لكن الاستانلس بصراحه مريح جدا في الاستعمال. بصوا بقى كده ايه انا خلصت كده، هما ما كانوش كتير كانوا حلتين والطبق اللي انا عملت فيه. هنا طبعا بغسل الليفه بتاعت المواعين، دي ليفه تانية يا جماعه انا مخليها للحوض والحاجات اللي هي ايه جنب الحوض والكلام ده فبغسلها اهو. شايفين بقى الايه العلبه الخضراء اللي فوق دي متقسمه ل3 فيها 3 ليفات، يعني كل حاجه ليها ليفه عشان محدش يقول لي ايه ده انت غسلت المواعين وبعد كده اخدتي الليفه هي غسلت فيها الحيطه والبوتاجاز وكده، ايه القرف ده؟ لا يا جماعه دي بتبقى
انا بستخدم خصاصه لكل حاجه ليفه. بس زي ما انتوا شايفين كده اهو، بغسل برضو العلبه بتاعه الليفه كده، باخدها معايا عشان ايه برضو مطرح تصفيه الميه بتعمل ميه ايه لزجه كده مش حلو خالص. فاول باول كده تنضفي حاجتك وما تخليهاش ايه متراكمه عليكي، عشان اما تيجي تعملي الحاجه تبقى نظيفه. بصوا هو انا الحمد لله انا كنت لسه عامله المطبخ. لو تفتكروا ان انا كنت عامله روتين معاكم قبل كده للمطبخ، مش كله بس جزء منه، فالحمد لله هو كان نظيف. لكن في بعض حاجات اتعملت مني تاني، هقول لكم ليه برضو في اما اصور لكم الحاجات اللي انا عايزه اعملها برضو في المطبخ، بس كل شيء بوقته. تمام. بصوا بقى انا مش هعمل تنظيفات عيد، انا هعملها بعد كده، لان ايه بصراحه ما عنديش وقت خالص. احنا يعني يا دوبك لسه مخلصين امتحانات، وقلنا نقعد يومين كده وبعد كده ايه نعمل حاجتنا، لكن ما فيش وقت بصراحه، لان انا عايزه ايه الواحد يقوم بقى كده على الشقه، عشان انا بعملها بصراحه مره كده قبل المدارس، وعايزه تنظيفه عميقه، فان شاء الله نعملها مع بعض. وقلت بس اعمل الحاجات اللي هي ايه باينه في المطبخ، او لان المطبخ انت لو سبتيه بصي خلاص يعني هتلاقي باظ منك والدنيا اتقلبت، لان اكتر حاجه بتبان في الشقه المطبخ. هنا بقى النور قطع الحمد لله، فايه قلت بقى ايه مش مهم اصور لكم الحته دي وانا خلاص روقت الحوض والرخامه والكلام ده، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا زي الفل. انا هنا بصور لكم على الكشاف بس بتاع الفلاش بتاع الموبايل. هنا بقى بعد ما النور جه خلاص بقى كنت ايه عصرت الطماطم بعد ما اتعملت وحطيتها على النار، قلت بقى خليها تتسبك وتتقل كده عشان اعبيها. وهنا بقى قلت ياه هعمل لي بقى كوبايه شاي بلبن كده واقعد استريح شويه عقبال ما الطماطم تبقى على النار كده والصلصه تتسبك على النار، بس طبعا ما قعدتش كل ده. قلت بقى ايه بعد ما الخضره نشفت زي ما انتوا شايفين كده اهو، الخضره نشفت، قلت بقى ايه اقطعها ايه عشان اخلص منها ما تبقاش ايه اليوم ليه ديل، او الحاجه اللي انا جبتها ليها ديل، بمعنى اصح ان هي ايه اخلص من كل الحاجه، بس عشان برضو الحاجه ما تبص احنا في صيف فالحاجه بتبوظ بسرعه. بس احسن حاجه ان انت في الصيف لما بتغسلي خضره او مثلا فاكهه عندك تلاقيها نشفت خلاص على طول من الحر. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين انا جبت طبق وقطعت كله بقى على بعض اهو، قطعت كده كله. هفضل بصوا بقى هقلب بقى كله كده على بعض عشان البقدونس والخضره كلها ايه تيجي ببعض، ما يبقاش مثلا شويه بقدونس شويه خضره الكلام ده. كده انا خلصت، هفضل بقى ايه اعبيها بقى في اكياس اهو. وكده الحمد لله الحاجه اللي انا جبتها ايه بقى من الخضر النهارده الحمد لله ايه كده ايه عملتها كلها. يلا بقى ايه لو وصلت لحد هنا للفيديو دوسي لايك، ولو انتي مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم.